انت فاكره ان الجاذبيه شكل بس، فانت غلطانه. في عادات كتير قوي وصغيره جدا بتخلي اي بنت شكلها جذاب. في اخر الفيديو بقى انا هقول لكم اكتر حاجه فعلا بتخلي اي بنت جذابه. في فيديو النهارده من شروق توكس هنتكلم عن عادات هتخلي جاذبيتك اقوى وحضورك اعلى بكتير. اول حاجه هدوء في الكلام. معنى كلمة بنت ان هي تبقى هادية وراسية وعاقلة، دي اكتر حاجة اصلا بتخلي اللي قدامك منجذب جدا ليكي، علشان هو مش قادر يفهم ايه اللي في دماغك او انت حتى بتفكري في ايه. وبيبقى دايما الناس عندها فضول ناحيتك، لا يا ترى بتفكر في ايه، يا ترى سرحانة في ايه. هدوءك لوحده هو شكله انوثي، انت بتبقي انثى فعلا وانت هادية ورزينة. تاني عادة بقى هي الاهتمام بالنفس. وعلى فكرة الاهتمام بالنفس ده مش معناه ان انت تبقي لابسة لبس غالي جدا ولا مشترية ميك اب غالي جدا بتحطي 50 برودكت على وشك. لا، هو كفاية قوي ان انت يبقى شكلك منسق، شكلك مهندم، لبسك مكوي، ريحتك حلوة، مهتمة ببشرتك. حتى لو انت بس بتحطي غسول عليها ومرطب اصلا ده كفاية جدا. وعارفة يبقى شكلك كده بنت كلين وانت قاعدة، بجد بيبقى شكلك ملفت جدا عشان الشخص ده بيبقى شايف انت قد ايه باذله مجهود في نفسك. البنت اللي بتبقى مهتمه بنفسها بجد بيبقى ليها حضور مختلف جدا وبيبقى واضح قوي على فكره. تالت عاده بقى ان انت تبقي بتسمعي الناس كويس، وانت فعلا قاعده مركزه معاهم، قاعده مهتمه بيهم وبكلامهم. بحس ان انت تبقي مستمعه جيده، ده اثبات حضور ليكي، اللي هو انا هنا، انا موجوده، مش اللي هو بقى قاعده ماسكه الموبايل مش مركزه معاهم، سايبه بقى كل واحد يتكلم زي ما هو عايز وقاعده بس مجرد كماله عدد. لا، اللي هو انا قاعده مركزه فعلا مع الناس ومحترماهم ومحترمه وجودهم. رابع حاجه بقى الابتسامه، بس هو تبقي مبتسمه، ابتسامه هاديه كده رقيقه وقوره، مش بتضحكي والمكان كله سامع صوت ضحكتك، لا تبقي مبتسمه. واكيد لو في حاجه بتضحك عادي تضحكي، بس لو مش طول ما انت قاعده عماله تضحكي عماله على بطال، لا هو كفايه بس انت تبقي مبتسمه. الابتسامه لوحدها دي اصلا كفيله تغير طاقتك وطاقه المكان كله. خامس حاجه بقى، ودي انا بشوفها بجد اهم حاجه واكتر حاجه فعلا بتخليكي جذابه، الثقه. ان انت تبقي واثقه في نفسك، واثقه في نفسك فعلا، مش مجرد كلام. يعني ثقه مش بان انت تقعدي تقولي انا واثقه في نفسي جدا، انا عارفه ان انا اشطر بنت، ان انا اذكى بنت، ان انا، ده كله مش ثقه. الثقه بتكون هاديه، اللي واثق في نفسه مش هيقعد يقول انا واثقه من نفسي، بالعكس دي حاجه هتقلل منك جدا وهتبين قد ايه انت مش واثقه في نفسك خالص. الثقه بتبان في هدوءك، في ثباتك الانفعالي، في بصتك، في قعدتك، في كلامك، في كل حاجه فيكي. ولو انت فعلا واثقه في نفسك، ثقتك دي هتكون اكتر حاجه ملفته فيكي. في اخر الفيديو بقى عايزه اقول ان الجاذبيه مش شرط ابدا تبقى للبنات الحلوه، وهي اصلا مش بالشكل خالص. في بنات بيبقوا حلوين جدا بس للاسف ملهمش روح، وعشان ما عندهمش روح مفيش حضور، مفيش قبول. ممكن تبقى بنت جميله جدا قاعده في مكان بس مش متشافه، انها مش هنا. وفي المقابل في بنات شكلها عادي جدا بس عندهم جاذبيه تخلي اي حد حابب ان هو يقعد معاهم، وطاقتهم مخليه كل الناس اللي في المكان حباهم قوي. وايه الفرق هنا بقى؟ فالفرق بيكون الثقه بالنفس والهدوء والراحه مع النفس. يعني لما تكوني مرتاحه مع نفسك ومش حاسه ان انت محتاجه تثبتي اي حاجه لاي حد، الجاذبيه هتيجي لوحدها. لو الفيديو ده عجبكم شاركوني في الكومنتس وقولوا لي ايه اكتر حاجه لما بتشوفوها في بنت بتحس ان البنت دي شكلها جذاب جدا. استنوا شروق توكس في سهره كل خميس، وما تنسوش اللايك والكومنت والسبسكرايب.